مسرحية الشقة هي مسرحية الهدف منها إيضاح ما يحدث في المنطقة العربية. وهي كانت مجرد توقع. إحنا عملنا المسرحية دي ببروفاتها، والمسرحية نفسها اتعملت من قبل الأحداث اللي اتجددت بمعنى أصح في غزة. ولكن هي كانت مجرد توقع بسبب الأحداث اللي كانت بتحصل في المنطقة العربية. هي مش فكرة إن صاحب الأرض هو اللي بيبيع الأرض، لا خالص. اتعملت دي في المسرحية علشان السياق الدرامي، دي من خيال المؤلف. ولكن اللي عايزين نوصله فكرة إن أنت النهاردة بتغتصب أرضك من دولة محتلة. لو الدول المجاورة سكتت على ده، بكرة هيجي الدور عليهم. في المحصلة النهائية هتلاقي ان كل الدول العربية احتل ارضها، وكلنا في الاخر اتفرجنا على بعض، والعدو او المحتل حقق اهدافه، وحقق اهدافه من سكوتنا. هي الفكرة مش في قوة العدو على قد ما الفكرة هي في سكوتنا. المسرحية دي تعبنا فيها جدا، عملنا فيها شهور بروفات. هو مجهود انا بحيي فريق العمل عليه كله بلا استثناء. يا رب المسرحية تعجبكم، واحنا قدمنا الحل في النهاية.
القصه دي. انا تعبت. هحاول اعمل حاجه جديده. كانت بتقاضي التموين ويعني تحسين الخدمه والجمله اللي بقى 50 سنه وصول الدعم الى مستوى. ويجي واحده ممثله تدخل في مسلسل 30 مليون جنيه. طب ما دي الحلقه بتعمل ايه؟ مش عارفين. تقول لك انا ما بشتغلش طول السنه. 30 مليون جنيه في 30 حلقه ولا في 30 حلقه. هياخدوا منك شغل 3 اشهر. نقسم 30 مليون على 12. اسم عز. طب اسم احمد السليم. انا السنه ايه بصراحه؟ تقول ايه؟ بتاعت السنه يا ولاد. اللي بصراحه. اخيرا اسموها على الموبايلات بتاعتهم. تقولش يعني هم بيسموها مخالفات كليه. تطلع مرتبها الشهري حوالي 2.5 مليون جنيه في الشهر. كام؟ طب اقسمني يا عز. حاسبها. او انت من المخرج عامل ازاي؟ يا عم 2 مليون ونص على 30 يوم. يلا يا عم نحسبه. ساقطين في يوم الدار. يا عم تخيل معايا. ده في 83,000 جنيه في اليوم. نايمة في بيتهم كده ونايمة في حمام بخار. ولا في البيت. 83,000 في اليوم شغالة ايه؟ مش شايلين اكل. ولا في البيت. كل يوم نفس الصوت. كل يوم نفس الصوت. شوف انا عارف ان العيش ما تسالش وعارف ان هي ظروف عليا. انت لو عايز تاخد رايي انا تعبت في حياتي دلوقتي. انا نفسي ارجع لحياتي العصبيه تاني. ارجع 20 سنه ورا. نفسي كده تطلع لي بنت من دماغي كده، بنت جامده احبها. شيطان. انا اشتغل يا جابر. يا ريتك كنت اشتغل. يا ريتك كنت اشتغل عشان كنا استعذنا بالله وخلصنا منه. هو انت في حد معاك طيب؟ تعبت او ليه ما هو؟ انت مش هتشوفيه، هو موجود بس انت مش هتشوفيه. طب انا لو قلت لك انت هتقول عليك متخلف ولا صعب. تعالي يا سامي، تعالي يا سامي اقعد. انا عايزك في حاجه مهمه. تعالي. فين يا سامي؟ انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. بس انت عصبيه. لا مش هنعرف. مش هتعصبي عليا؟ قولي والله. وحياتك عارف. سامية، أنا في واحد عاوز يجيب لي نسوان. أجيبك معاه؟ نسوان؟ قلت كده بقى؟ طبعا عشان كده بقى لك كام يوم عايز توديني على الكبار. عشان لما اقول لكل الرجاله كده ما تقوليش لا على غيرهم يا بيبي. الطبع اللي بتتطبع يا استاذ. في إيه؟ بقول لك عرض عليا لسه ما اتفقناش. وانت كمان عايز تتفق معاه وانا اللي صبرا ورد عليك وعلى ظهرك منك لله يا بعيد. نكد النسوان سيمفونية والله. عمر خيرت بيلحنها مش بيلحنها في الفن والله العظيم. والله العظيم انت المفروض الراجل ده كان يطلع لي كده عشان كنت تتجنني وتتلسع ونخلص منك. هو فين يا اخويا الراجل ده اصلا؟ كان قاعد هنا بيكلمني تعالى عشان ما يكونش فيك. تعالى. الشعب لسه اتفقناها واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه يا سامي. مش عارفين ناكل ولا عارفين نشرب ولا عارفين نعمل اي حاجه. ما انا قلت لك يا حبيبي قبل كده مش من العقل ابدا ان احنا نشتري شقه باخد فلوس موجوده معانا. حق عليا يا هانم.
ستات ولا كلام حلو الا انا لما بيتقال دور يا حبيبي او اي راجل عموما بيبقى فيه مصلحه جايه. قول يا عم. بس عليك يا برا، ده انت جوزي حبيبي. اللي بعده بص بقى، مش بقول لك الستات كده. بص بقى خد الموضوع. جارنا كان عرض عليك قبل كده انه عايز يشتري الشقه منك، ادفع حاجه. جارنا ايوه. اياك تجيب السيره دي تاني. ده راجل متخلف. عارف عايز تعملها ليه؟ عشان يسيطر على العماره كلها، اللي طالع واللي نازل هيبقى على مزاجه. ناس الشعارات المتخلفه اللي بيقولها لنا تخيلي. يا حبيبي واحنا مالنا؟ ما ناخد الشقه ويعمل بيها اللي هو عاوزه. لا لا لا. واحنا ناخد الفلوس ونشتري شقه صغيره عادي. اتكلمنا في الموضوع اللي فات. ونبقى الفلوس نعمل بيه مشروع صغير. انا مش عارف. عشان خاطر العيال الصغيرين اللي بيكبروا. بنت برضه المتخلفه نفس الصراحه اصلا. واميره اللي ممكن يجيلها عكس في اي وقت. وكمان الواد شريف ومصاريف الجامعه بتاعته. شريف يا الواد ده عفان قوي عليه. ده بكره يتخرج يبقى محاسب قد الدنيا وتفرح فيه. حاسب ده ايه؟ فيها ايه لو الولد اشتغل صابر القصر؟ انت عارف انا ممكن ياخد كام؟ 100 جنيه في اليوم، يتقل العيشه نظيفه، والبنت بنت ايه اللي تبقى متعلمه؟ معروفه في مصر ده البنت بتشتغل القصر. لا لا قولي له قصر يا جابر. قصر يا جابر. بنت وريت لي تطبيق على الموبايل اسمه توك. وريهولي. التطبيق ده يا ساميه شفت عليه شويه عيال ما عندهمش اي موهبه يا ساميه وبيتابعهم ملايين. واحنا مالنا بيهم؟ يا وليه دول بيعملوا مشاهد دراما بتضحك. هو احنا بنتنا زيهم؟ هواية بالعاشر. بابا صباح الخير يا بابا. عامل ايه؟ بابا والله اسف. معلش انا اسف يا بابا. انا ماما صح؟ أنا آسف. يا بابا يبقى انا ماما. انا طول الليل بحلم والله. انت بس طول عمرك متخلف. اسف يا بابا. انت تايه لا كبيره. بقول لك ايه، انا من الصبح قاعد بتخانق مع امك عشان فلوس، هتجيب لي سيره فلوس هطلعها. يوه وانا مالي يا لمبي. امك ظريفه لطيفه. الافيهات دي اللي خلتها ترفض بالمشاهد. انا مش عايز منك غير رضاك يا بابا يا قمر انت. هتبص يا ولد هتبص. وفلوس عشان اروح العيد. نبدلك نفر؟ انا لسه بقول لك بحبك. يا ابني انت كل ما تشوف وشي عايز فلوس فلوس فلوس، حرام عليك انت وامك بقى. شفت يا بابا يعمل لي ازاي يا بابا يا نسط يعني. ما تسعد ولا تتنيل، انت اصلا صوت، انا يعني اعمل اولاد الجمهوريه، انا هسعد يعني نيل. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا بابا يا مجد. لا بصراحة كده عايزه فلوس. يعني يا بابا تلبس لحد غيري، مش انت بابا حبيبي. بابا حبيبي. لا يا بنتي انا مش هقول. مش بابا، مش بابا ازاي يعني؟ احنا يا بنتي عينيك على جنب. طب ايه؟ لا يا حبيبي. انت وديت فين؟ بابا بتتهون. لا يا بنتي. ضمك. انا يا حلو. او امك اللي شغاله رقاصه في الكباريه. وفي ليله ضلمه والسما بتمطر ميه واحنا طالعين من الكباريه لقينا في لفه قدامنا من الكباريه فيها صوت طالع بيقول ماااا. كنت فاكرها بعزه بفتح اللفه لقيتك صعبت عليا ما رضيتش اسيبك فضلت حضنك يا بنتي والمطر مغرقني في كل حته في جسمي. يا حبيبي يا بابا للدرجة استحملت المية عشاني. كنت فاكر زي كده. كنت فاكر الميه اللي عليها دي ميه المطر. اتاريك عامل حمام على يدك. جبت لي التحذية يا بنت الأهبل. انا سامع؟ لا يا حبيبي ده التاني. يعني لا يا هاني لا يا هاني مش انت زدت عن مرات الست تشتغل رقاصه اتنزل عن رجولتي واسيبك مع رجاله يا هاني. يعني خلاص يا بابا مش هنتنازل عن المطلب. امك طب مفيش فلوس وهنزلك تسرح بمناديل في الشارع. انا يا بابا. وهخلي امك تجري وراك في الاساءه. أنا يا جابر. ولا اقول لك انا عندي حل. ايه؟ اتعب نفسي معاك ليه؟ ايه تاني؟ بقى ايه؟ خلص منك خالص. شوف يا ماما. تعبتوني كل شويه الو مين؟ الوقت كان خالص واسع بيكسر كده. اه يا ماما.
شفت يا بابا عامل لي ازاي يا ماما؟ على فكره هو انا مش زي ما انت فاكر كده. يا موسى بص انت مش فاهم حاجه يا ابني. احنا من ساعه ما خدنا الشقه دي وسكان العماره اكتشفوا ان صاحب العماره مش مديهم حصتهم في ارض العماره، ده عامل لنا مشاكل كتير. والمشاكل دي خلينا نرفع قواضي كتير، والقواضي متكلفه انا ايه محاميين وورق ومواصلات رايح جاي، ده غير اكل وشرب ليك انت وامك واختك. حرام عليك. عشان كده يا جابر بقول لك كلم جارنا وبيع الشقه احسن لنا. بصراحه هو انا شايف ان هم عندها حق، جارنا شاري. وكده تفتح مشروع وتقدر تعرض عليه السعر اللي انت عايزه ونعيش حياتنا. عاوز الاشكر رشيد ريا وسكين حبيشه. بس انا اساسا لو بعتها هبيعها لاي كلب في الشارع، اي كلب الا الحيوان ده راجل متناقض. ايه يا حبيبي فيها بريء قوي. ولد يا شريف. ايوه يا بابا. ده ولد. ايوه. خد رد على عم ديميتروس. قول له بابا نايم. قول له بابا نايم. قول له بابا نايم. ماشي يا بابا. الو. ايوه يا عمو نوريتو. قفل كده من العشرة. لا انا شريف. بابا بابا بيقول لك هو نايم. يلا هو نايم. ماشي يا قلبي. سلام. عمو دوريتو بيقول لك لو ما جيتش انت وان هو 50 جنيه اللي عليك عرفك على باب المحل. عارف ليه بيقول لك كده؟ ليه؟ ما هو من نباهة أمك. حد يقول له بابا بيقول لك هو نايم، بتكلم أنا نايم. ما حكيتليش على الكدب يا بابا. ما قصدكش على إيه؟ الكدب. على إيه؟ الكدب يا بابا. لا تكذب. هنا في قانون الكذب يكذب. أنت صريح عاوز هنا على لزوم إيه كده؟ الكذبة بيضة ما فيهاش حاجة، يا قلبي أنت بتفرق عليا؟ على فكرة مش هيتجوزك، هيمشي معاك ويسيبك يا حيوان عشان الكلام مش سهل. مش عارف أجاوب له منين دلوقتي. ولد يا شريف. خد الفرصة. النور. انا صابر يا فندم عبد الصبور. حضرتك اتصلت بالمستشفى عندنا وقلت اللي عندكم مجنون؟ انت بتشرطها بس انا بتشرطها دي بنت. ايوه فعلا في عندنا مجنون. ممكن تقول هو عنده ايه بالظبط؟ الولد اتجنن مره واحده بقى بيكسر كل حاجه في البيت وساعات كده بيجي له تبول لا ارادي. لا مش انا هو بيجي له تبول لا ارادي مش عارفين نسيطر عليه خالص. عظيم. هو ايه العصير؟ بقول لك بيجي له تبول لا ارادي. مش انا ركز معايا انا وشي هنا. ايه العصير؟ الولد اتلسع. ارجوك طمنا يا دكتور. هو انت دكتور اصلا؟ انا صابر عبد الصبور. ايه الفخر في الاسم؟ وتزعل ليه انا سامعك؟ يعني ايه صار ناقصك 10 في القطاع ازاي؟ الولد اللي حقه ارجوك يا ريت خده خالص مشيه. جميل. في اي اعراض بيولوجيه ظهرت عليه؟ بيسرب مثلا، مش متسلك كويس. شريف بيسرب ومش متسلك كويس. جبنا له حد يسلكه. قطع الخرطوم ما عرفناش نطلع الخرطوم تاني، سيبنا الخرطوم، جبنا له سباك، جه يربط المسامير حله، سيبناه بالمسامير وبالخرطوم. يا ريت بقى تاخده كده. عارف ابنك ده عايز ايه؟ عايز ايه؟ شكله عايز دكتور. انت عايز رجايه. انا قايل ان انت والله العظيم انا قايل ما تقلقش كل حاجه تبقى كويسه. كل حاجه هتبقى كويسه؟ ما تقلقش. خلاص ده انت هتطلع عين اهلك. طب يلا فين؟ يلا بدل ما اطلب لك البوليس. انت متخلف يا ابني انت متخلف. هو مش انا. يلا بدل ما ناخدك للعافيه انا معايا اصحابي تحت. صحابك تحت؟ انت متخلف. امشي. طيب كده طب انا اقول لهم. متخلف. لا اقول له والله العظيم. لا والله تحت. مين متخلف ده؟ عاجبك كده؟ يا بابا انا مش انت اللي كلمته؟ ما كانش ليا يا بنتي. ما كانش ليا. انا عند اخوك الزفت ولا من الدقايق اللي عمالين يطردوني في كل حته في المنطقه ولا من دوريتوس اللي انا عليا الفلوس بقالي 25 سنه. حرام عليكم بقى. مش عارف اجيب فلوسي كلها منين. عشان كده يا حبيبي بقول لك كلم جارنا وحاول تاخد منه فلوس ان شاء الله حتى سنه. وافق بقى يا بابا.
تردنيش، هتردني هفوت هتردني. بس سيبوني. زر مش حل غير. بس ده راجل مبتز ومستفز يا سامي. معلش استحمل، حاول تكلمه بشكل كويس عشان يرضى يديك الفلوس. امري لله، حاول. وبعدين ايه؟ استنى عشان الراجل ده رجل اعمال. اعمال واضح. يا لهوي على الكرتون اللي حصل. حاطط نانسي عجرم اطبطب وبلبع. طبطبني. الو يا شاكر يا اخويا، عامل ايه؟ انت فين امال؟ انت في البيت؟ طب كويس كويس. بقول لك ايه الصوت اللي عندك ده يا شاكر؟ انت مراتك عندك؟ انا اسف والله اتصلت بمراتك مش عندك اصلا؟ يا خلبوس يا خلبوس، نفسي اجرب الحاجات دي. مش عارف ساميه قافله عليا. وانا بقول لك يا طب بقول لك معلش، ممكن تاخد استراحه في النص وتجيلي؟ استراحه يا شاكر يا اخي، ده الماتش ساعه ونص بياخدوا استراحه في النص. سيبه شويه يا بابا. ده ماتش بسرعه. ماشي بقول لك يا شاكر، طب بص 5 دقايق بس، هاخد استراحه 5 دقايق، هتيجي تاخد معايا شاي، عايزك في موضوع مهم. يا شاكر يا اخويا حبيبي يا شاكر حبيبي، هستناك. بقول لك يا شاكر، انا محرج منك بصراحه. معلش ممكن تجيب الشاي معاك؟ ما عنديش شاي. ما انت عارف ان الحاله على قد يا شاكر. حبيبي يا شاكر حبيبي، الجيران اللي بعديها برضه حبيبي، مع السلامه. يا بابا السكر يا شاكر معلش ممكن تجيب السكر معاك؟ ما عنديش شاي، هعمل ايه بالسكر؟ حبيبي يا شاكر حبيبي مع السلامه يا شاكر. سلام. الكوبايات يا شاكر لا مش هتبعدنا، واقع من العاشر. يقول لك كوبايات. يا شاكر بص يا شاكر معلش، الكوبايات بقى، الشاي السكر هحطهم في كوبايات صح؟ طب ما تجيب الكوبايات. ده انت غبي قوي. انت الست اللي عندك دي مضيعه تركيزك. ايوه. حبيبي يا شاكر حبيبي، مع السلامه. سلام. والمعلقه يا شاكر هنقلب بايه؟ معلقه؟ طب ما تجيب معلقه. حاجه عاديه جدا، هنقلب بمعلقه، هات معلقه. حبيبي يا شاكر حبيبي، مع السلامه. يا شاكر معلش انا اسف. بقول لك هنحط كل ده على ايه؟ على ايديك؟ شوف كوبايتين. طب مراتك تشرب معانا، هتحط الثالثه فين؟ حطهم بقى على صينيه وتعالى لي يا شاكر. حبيبي مع السلامه. سلام. بذمتك ده يرضي ربنا يا بابا؟ عازم الراجل في بيته وهجيب شاي وسكره معاه، هتيجي ازاي؟ ما انا قدامك اهو، فضلت اتحايل عليه انا اجيب كل حاجه، هو اللي ما رضيش. انا الراجل وافق، بس انا حاسس ان الموضوع ده مش هيجي من وراه خير ابدا. ما تقلقش يا حبيبي، ان شاء الله خير. ربنا يستر. ولد يا شريف. ايوه يا بابا. اختك ادخلوا جوه عشان عاوز امك كده تكون. يا خلبوس فاهمك. ده بقى فايده انك تخلفي ولد كبير، فاهم؟ الراجل اللي اسمه شاكر كان بيخون مراته. شفت انا مخلص ليك ازاي؟ اوعى تكون بتعمل زيه. عيب عليك. انت صح. لا انا بخون كل البنات معاك. تعالى عايزك بقى في الموضوع انا. يا ماما يا ماما ايه عشان الميه، عشان الميه. عايز من اختك يا زفت. عشان لحمة يا بابا، كل ما اعمل لها بس مني وبتجري، وانا عايز المركبه بتاعتي. ركبت ايه يا حيوان؟ عشان تعمل الورقه بتاعتي، وكمان من غير استاذ ايه تصطاد بالله؟ صلى على النبي. صلى على النبي. الموضوع ده ايه ده؟ صلى على النبي. خلاص تعالى اقعد بتحصل على ايه؟ اولا ما كنتش اعرف ان الورقه دي بتاعتي. ايوه فعلا. وانا لقيتها عادي جدا. ممكن نحل الموضوع. ثانيا بقى، اذا كانت الماده الخام بتاعتك فالمجهود اللي هو الاساس بتاعك، لان انا اللي عملتها. يا سلام، وانا مالي يا اخويا، انا ممكن ادورك عادي جدا. سيبني يا بابا. لا انت مصفلة في سلم الارض، انت بتعمل ايه؟ سيبني يا ابني ايه القنبله للناس. علي كده انا لو سبتك مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل. اوعدك كلها حاجه. توعدني؟ انت ربيت الولد ده، خلاص انا واثق فيك. روح يا ابني الكسابه. روح لها. انت بتقف المرايه عشان تعمليه، ويا ريت في الاخر بيطلع عجل ولا بيتنايم. وانت مالك؟ حاجات بلاش. ايش اخغوري ايش اخغوري، ده احنا حياتنا احنا مالنا. ايوه فعلا، هنا الولد ما كسبش، احنا حاجاتنا كرجاله احلى منكم فعلا. اقعد بقى. عايز المركبة. هجيب لك المركبه. هجيبها لك والله هجيبها لك. تعالى اقعد ساعتين. اقعدوا، انا قلت لك ما نخلفش الاثنين دول. انا دلوقتي
هات الورقه ده خدها عشان تعمل خلاص التيتا مالها. ايوه ده بس مش خلاص هيدوس على ديله هيموت. ده شرطي لو خدتها من ورايا ومن غير ما تستنى. الجاز الوضع هيخلص. شوف الورقة بالطيارة لو حطينا عليها 56 ورقة هتعمل كراسة فيها 60 ورقة يبقى ب 20 جنيه. الورق ده مش من كراسة سلك لا. أنا هخليها سلك. شوف الورقة بالطيارة انجزي. واخدة 3 جنيه. أنا بعرف ده نص. ايوه فعلا نص. والله ده قانون التجارة اللي ماشي. لو مش عاجبك روح اشتري من بره. انا هاخد الورقة دي. يا ولد ايه ده بس ولد يا لهوي. يا خالد شفتوا الولاد اللي قبل عمل ايه؟ اشتغلت على بقى عايز افهمك فوائد باختصار الخيانه بقى الزوجيه لما بتحصل ايه بقى الموضوع؟ بيتك احنا لسه داخلين واد يا شريف انت يا زفت يا شريف لا شوفوا لي شريف بسرعه شوفوا لي شريف هو هاكل عدى اللي معايا معلش تمام شوفوا لي شريف بقى معلش يا منى انا ما اتحرجش والله هو شريف اتاخر في الدخول لانه تحت مش عارف بيعمل ايه تحت لا والله العظيم اقول لامه والله العظيم شريف هيوحشني يا عيني والله كنت في الحمام والله. فين يا محمد؟ في الحمام اهو اثار التعب. فين ام الواد ده؟ انا بحبه والله العظيم بس والله هيوحشني طب هعمل ايه بس؟ والله العظيم ان الواحد في اخر يوم بيبقى كده والله يعني هو بيتلسع ولا حاجات كده معلش هموت ولا ايه؟ خلاص بقى انت هتتجوز انت جاي متاخر ولا خلاص انت عم دوريتوس البقال مال؟ قاعد بره روح دورك يعني ولا ايه؟ يعني ايه بقى دي قبلها يعني الجمله دي قبل اللي انا هقولها خلاص بقى خلاص قاعد بقى بره تمام ليه بقى ما هو ده من غباء ليه؟ لانك قلت له بابا بيقول لك هو نايم طب اعمل ايه يا بابا؟ ما تعملش حاجه اطلع بقى دلوقتي وما تتغباش قول له بابا غرف ده ومش راجع طب ازاي حضرتك قلت يا بابا هو دكان في الدور الارضي من العماره كده يشوفك؟ تصرف وما تتغباش ماشي يا بابا. قول له بابا طار طار يا بابا. بابا طار ومش راجع تاني خش جوه. فهمني يا عتريس خش يا بابا. جواز عتريس من فؤاد باطل باطل يا حلوله باطل يا بابا خش. اوعى تغلط يا ابن الهبل حلو والله حلو. ايه؟ انا لو بقيت على باسبور كنت خدته. ايه؟ تعبتوني. ايه ده بس؟ فين بابا؟ مين؟ فين بابا؟ والله انت واقف الكوارث. يور بازر فين؟ فين يور بازر يا كريم؟ يا عم دلوقتي ما تخوفنيش كده. انا عايز ال 850 جنيه يا كريم. اقسم بالله يا كريم. الفلوس لو ما جت ما هيحصل كويس. طب انت بس يا عم دوريتوس والله. ايه ده؟ يا عم دوريتوس انت ما تعصبنيش انت في ايه؟ الشنب ده انت عامله عند مين؟ لكش دعوة. فين ابوك؟ يا شريف. والله ما بعتله. ما تعذبنيش. انت بتعمل كده ليه طيب؟ فين؟ انا عايز 850 جنيه وقتي. الصح لما ابويا يبقى عليك فلوس لازم تاخدها منه على طول، وبعدين اصلا والله مش انت اول واحد ياخد منه فلوس في البلد، ده مشرفنا. قلت له يا شريف اقول لك يا شريف الخميس اللي فات ده بنتي كنت رايح هي غير سكرين المهم يا شريف رحت غير سكرين اديني طن راجل قال لي 200 جنيه قلت له والله 300 جنيه انت مفكرني سيدي عبد ولا ايه؟ المهم مسكت البتاع انت ابوك ابن كلب المهم الراجل قال لي ايد ولا اي حاجه المهم اتجرأ مسكت الشمطين يا ابن الجزمه المهم ايه الجاز اتكسر قلت له لا انت مفكرني في ايه بسرعه بسرعه قلت له انت عبيط ولا ايه يلا ابن العبيط المهم بقى قد زاد قال مال وانا مالي مش يا شريف هات يا شريف مالك شقاوه المهم يا شريف الراجل قال 300 جنيه قلت له انت مفكرني سعيد
عبيط ولا ايه؟ 200 جنيه يا ابن العبيط. ايوه المهم بس الراجل قاعد زجني وسكت بسرعه يا شريف بسرعه يا شريف. الراجل قال لي ايه بقى؟ الموضوع مش هيخلص كده بالحب. قلت له هيخلص بالحب؟ انت ابوك ابن كلب. المهم الراجل قال لي قاعد زج والدنيا راحت ايه؟ لا مش عايز اقول النهارده. المهم بعد كده الراجل قال لي ايه بقى؟ الراجل قال لي سكرين هتخلص ب 400 جنيه. قلت له انت بتفكرني عبيط ولا ايه؟ يا شريف انت نمت؟ يا ابني حرام عليك يا اخي. ايه يوم كامل عشان تصل في قيمه ال 850 جنيه. بتزعقني ليه؟ والواخدين تأكيد عند بابا. بتزعقني ليه طيب؟ عملت ايه طيب؟ وزع. والله انت مرفوض. انا عايز ال 850 جنيه بتوع يا شريف. كده مراهق انت رايح فين؟ يا شريف ال 850 جنيه. اخ يا مراهق يا متصابي. ايه؟ يا متصابي. مش مهم ماشي دخل خلاص. قول لابوك لو ما جابش ال 850 جنيه مش هيحصل جواز. حاضر يا عم كليت. قول لابوك حاضر يا عم ال 850 جنيه لو ما جوش مش هيحصل. حاضر يا عم كليت. حاضر. قول له يا عم دوريتوس خلاص فلقتنا بالتليفون. بيب يا لهوي نسيتني موضوع مهم قوي. ايه تاني؟ قول لابوك حرام عليك يا اخي يلا بره. سلام يا جابر يا قمر يا جابر يا اسد يا مراهق يلا بره. يا جابر والله مراهق. الراجل ده متخلف. ما هو زيك متخلف زيك يا متخلف يا حيوان. مين اللي قاعد جوه؟ امي وبتخير خيار جوه وبتخير بتخيروا ما بينهم كده واختي بتذاكر جوه. بس والله بس. طب اختك بتذاكر؟ اه طب انا البت دي من يوم ما اتولدت وهي بتذاكر. انا مش عاجبني حاجه، انا عايزه تطلع تهون على نفسها شويه. بتفكر في ايه يا خلبوس؟ مش في حاجه والله يا ابني، انا عاوزكم انتوا ما بتطلعوش خالص يا عيني. يا سلام. ما بتطلعوا والله يا اميره. اميره يا حبيبتي تعالي يا بابا. انت بتعملي ايه؟ حضرتك شايف ايه يعني؟ انا بذاكر بس مش حد بيذاكر كده. انا طب واللي بيذاكر ده مش المفروض يهون على نفسه شويه؟ قصدك ايه يا بابا؟ انا سمحت لك ان انت تخرجي مع اخوكي واصحاب الشباب. شباب؟ اصل انا شايف ان انت بتذاكر كتير جدا، وشايف ان انت مثلا لو طلعتي هونتي على نفسك شويه ممكن تجيبي طب او هندسه معاك. يا بابا انا مش طب وهندسه ايه، انا ادبي. ما يضرش ان شاء الله. يا بابا هتطلعني بالبيجامه عشان صحابه لما يشوفوكي داخله عليهم بالبيجامه يعرفوا ان فرحتك بوجودهم جريتي باللي عليك. بابا انا بنتك على فكره. ما انا عارف وانا مقدرك. تعالى بس. اقطع دراعي لو الموضوع ده مش ماما. اقطع دراعي. باين لوحدنا يا ساميه. ساميه مالك يا رب؟ ايه يا ستو انا ايه يا ستو انا الله قلبي برتقال بسرة ملكك وانت حرة تشربيه تعصريه عصير تاكليه اكيد انت حرة طبعا. عارف ايه اكتر حاجه بحبها فيك يا جابر؟ ايه اكتر حاجة بحبها فيك؟ حنيتك على يا معزمة مراتي يا بنتي يا سامية. حلوه قوي يعني جو الشماع السوداء اللي انت عامله ده عجبني يعني وفرحني. الشمال ايه؟ سوداء. السوداء؟ ده ما بيفكركيش بحاجة؟ ليلتك سود. بس انا برضو ما فهمتش انت عايز ايه. ده انت اخده من الراجل اللي اسمه شاكر.
اخده منه. مش بعد كده مش فاهم انا عايز ايه؟ في ايه يا وليه؟ بقول لك انا وانت لوحدنا. ايه طب ما العيال راحوا سرطتهم ده انا عامل مجهود تعالي لي العب. ايوه فهمتك يا نمر. ياه من زمان كان نفسي اتجوز واحده صايعه. اديني ثانية واحدة بس اخش واتوضى ونيجي نصلي جماعة. هو انا كنت كافر قبل ما اتجوزك؟ ليه يا حبيبي؟ كنت مسلم ولا عادي بصلي؟ احنا متجوزين عشان نصلي جماعه، ما كنت صليت في بيتي. انا هخش اتوضى بس وانت اللي هتصلي بينا عشان انت حافظ قرآن اكتر مني. على روحي على روحي فين هي؟ خلاص يا جمال بهزر معاك بقى. تعالي يا سامية اقول لك ايه؟ تعالي هنا الموضوع بقى ايه؟ يعني شاكر اللي علمني ده قال لي الموضوع كله بيبقى احلى من كده. سامية عارفه يا سامية ان انت مراتي حبيبتي صح؟ وعارفه ان انت اكتر واحده بحبها في حياتي صح؟ وعارفه ان انت هيقطع عيب امك دلوقتي. سامية احنا النهارده يا سامية مش هنعمل اي حاجه. هنعمل بكره شويه. انا حاسس ان الواد شريف، اقسم بالله لو شريف لكلم معاه من الواد معاه. ايه ده؟ بتعملي ايه هنا؟ جاي اقعد معاك. هتشجعيني؟ جاي تقعدي معايا النهارده؟ وما تقعديش في بيتكم ليه؟ وسع كده يا يا عم. عم كده كده يا استاذ سمير. شفت يا عم جابر بتعمل فينا ايه؟ يا محنة كل ده ليه؟ ليه؟ ماما رحت اقعد عند خالتي تعبانه وانا شريحه عند جيراننا اقعدي معاهم. كنت اقعد في الشارع ما يعني. تقعدي في الشارع اللي تتنيلي انا مالي انا؟ ولا كنت قاعده بوسطني لما تلاقوني بشحت في الاشارات. انا مالي؟ وانت بنت خالتي ما تتنيلي تشحتي. كل ده ليه يعني؟ استاذ مش عايزه. ليه كده يا بلد؟ ليه؟ مشهد اخراج مؤمن ابو زيد. ممكن بس بينا نقعد مع بعض شويه؟ ومالك ما تقعدوا. انا ضايقتكم في حاجه الا بقى كان الموضوع مش موضوع قاعده بس يعني. ايوه مش موضوع قاعده، مش موضوع قاعده، انت مدخله في حد عايز اقعد مع بعض شويه. خلاص بقى يا جماعة سيبها ده العيال احباب الله. احباب الله وحياة امك حاشا معانا النهائي جيراننا وانت بس. بقول لك ايه؟ هديك قرشين في الضمن. يا ابني انت حاسه بحاجه؟ انت اصلا عليك فلوس لابوك. حيوان اللي اسمه الدوريتوس. هو حكالك دول كلهم 850 جنيه. بقالهم 25 سنه. هم مؤبد. انا اساسا قايل لي يا دوريتوس لما اجي اطلب منك حاجه من غير فلوس ما تدينيش، اقول له ابوك وصام اللي هو اللي يديني. بقالك 3 شهور بتاخد منك حاجات المفتري وتقول له ما تديني. هتروح من ربنا فين يا اخي؟ انت اللي هتروح من ربنا فين؟ هتروح من ربنا فين؟ دي كانت بسيطه يا عمي ليله في حياتي. طب اقول لك ايه؟ هديكي 10 جنيه تخلع منهم. رشوه؟ عايز تكسيني على المبادئ؟ يخرب بيتك هديكي 20. هتروح من ربنا فين يا اخي؟ هديكي 30. وادخل النار عشان 30 جنيه؟ يخرب بيتك هديكي 40. واللي هيتقال عليا مرتشة عشان 40 جنيه. امال عايزه ايه؟ المفروض تزود 10 وتدخل. منتشره حقيره حقيره. هي اللي في جيبي. انا حاسس اني قاعد في المحطه تاخد منه ارضيه عشان اقعد معاك. اقول لك ايه؟ سكت اتوكلي على الله ما اشوفش وشك هنا الليله دي ولا بكره ولا الاسبوع ده. انا هقعد مع بطيش. ما تخافش اقعد في الاوضه مش هتنام. ايه؟ مش هينفع. استني طيب استني. قفلت عليها تبقى تسمع رد. اسمع الصوت مش اساس، اهم حاجه الفيديو ده. تعالي يا ساميه تعالي. ساميه احنا النهارده يا ساميه. والمصحف ما عملت حاجه. امي ايه؟ امي مراتي يا متخلف يا
بريدوس انا جامد. انت كويس؟ ايوه يعني انت مش زعلان مني؟ انا اقدر ازعل من جبور. يا حبيبي حبيبي حبيبي. الناس بتزعل منك من حاجه بسيطه كده. ليه؟ الدومينيز اخر مره. انت يا بريدوس بقى بتقعد تقول لي تعالى لعبني دومينو، وانت عارف انت ما بتعرفش تلعب، فاهم سبق كل مره. بس انت هتصالحني النهارده. ليه؟ جايب لك بنت اختي، البنت زقرتها بتلعب بايه باليه وبتلعب باليرينا، البنت باليرينا. طب انا اعمل ايه؟ بس انا هجيبها لك، بس انا ايوه هعملها. مالكش دعوه مالكش دعوه مالكش دعوه. تعالى يا بنت، تعالى يا بنت، خش يا بنت. بنت اختي دي باليرينا قد الدنيا. انت عازمها عندي ليه؟ انت جننت ايه باليرينا دي؟ امال انت ايه؟ انا رقصت باليه. بترقص بنيها. هي بص بانيه؟ مشكلة. بترقص بانيه؟ استنى، عايزه ترقصي مع مين يا ماما؟ ايه؟ صفينا. ايه صفينار؟ نيلي كريم. ده انا نفسي ارقص معاه مش عارف. عايزه ترقص مع نيلي كريم. نيلي كريم؟ عايزه ترقصي على ايه يا ماما؟ على ارسم قلب. ولونه ولا عايزه ايه؟ انت جننت؟ امال ايه؟ ارسم قلب دي اغنيه. ارسم لها قلب. يلا حلو نقول. حاضر حاضر ارسم لك قلب يلا. البت من الفرحه وجعت شنبي. هي ما عندهاش القلب، هي بترسم قلب. هي بترقص وبترسم قلب. يا شباب ايه يا اخي سيبنا يا ربنا. انت عملت للبت مقام هنا في ايه يا جابر؟ ربنا بقى. شفت البت باليرينا والله العظيم. باليرينا هي فعلا باليرينا بس. المهم تعالى، هو في حد عندك هنا؟ فكرتني كتير. دلوقتي بنتك جت لما جت انا كنت قاعد مع مراتي. اسكت! ايه اللي انا سمعته ده؟ قلت ايه؟ بنتك جت. اسكت! يا قلبي. ده كتفك ده جنبك ايه؟ ليه كده يا بلد؟ ليه؟ ليه كده يا بلد؟ ليه كده يا بلد؟
انا مصدقك، المهم يا ابو زيد ما عندهاش حد. ايه دي؟ بنتي بتعمل ايه عندك يا شابر؟ اخرج! الانكار مش هيفيدك. اديني فرصه ارد. قول. انا اخرج! انا اسف تقول المره دي هتقول ايه؟ دلوقتي انا كنت قاعد مع مراتي، بنتك دخلت. اسكت استغفر الله. بنتك دخلت عليا. بنتي دخلت؟ بنتي انا يا مش جابر؟ بالمصطلح ده، هي دخلت علينا واحنا قاعدين عادي. ايه عادي. بنتي وبعدين؟ اللي بعدين مش عارف اقعد مع مراتي، قلت لها خد انت، هي مش راضيه. قلت البنت انا غير كده؟ مش راضيه والله العظيم. جيبها لي يلا ناديها لي. ارجوك تاخدها وتمشي. ناديها لي. ناديها لي يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. بنتي دي البنت لسه صغيرة. أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمة لتكر الجو في جمال كده الله أكبر يا دوبك أنا بنتي حلاوة لا كفة ولا بنات كفة اتولدت تمثل. وحياة امك من ساعتها ليه كده يا بلد واتضايقت واخلص. ولما حبيبتها هتكبر الساعة هتهمك. والساعة تعالى يا بنتي هنا. تعالى حطي لي جنبك. تعملي جوه بيت. انا احكي لك. احكي لي يا حبيبتي. انا صحيت من النوم ما لقيتش حد في البيت. قلت هتروحي فين يا بنتي يا سامية؟ هتروحي فين؟ ما اشكيش على عمو جابر وجاري وحبيبي وكل ما ليا. انا مش كده، مش النهارده. جيت لعمو جابر وطنط سامية لقيتهم. بس استغفر الله. لقيتنا قاعدين عادي. عادي؟ عادي. طب ليه سسبنسي؟ طيب كملي يا بنت. لقيتهم فدخلت يخرب بيت يا سيدي مش بالمصطلح ده، هتخلف مننا. امال ايه؟ دخلت علينا واحنا قاعدين عادي. قاعدين يا بنت. قاعدين. وبعدين؟ عمو جابر كان عايز يمشيني. ايوه. قلت خدت منه 50 جنيه وجريت على الأوضة. يا بنت يلا بينا. يا ابن النصابه، انت اللي بعتها لي؟ انت اللي بعتها لي عشان تاخد مني فلوس. لا ما تقلقش انا اخلصك. طب خدها وتوكل على الله. خلاص هي خدت كام؟ 50. ماشي لسه فاضلك ساعتين. خش يا بنت جوه. هو سايبر. هو سايبر. بيت عمك جابر ده. يا عم خدها وامشي. انا همشي. انا بس عايز اي حاجه من 850 جنيه اللي عليك. طب انا ما انت كنت لسه بتقول لي دلوقتي انا معيش في جنيه بتناديني وخدتني. يا دروس معيش فلوس يا دروس. خلاص انا خدت ال 100 جنيه. اخش انا اقعد شويه بقى. عندكم بطيخ ولا؟ يا دروس يا تقول لكم عند الراس كله. شكله كده مش جاي، لان انا قلت لك انا عيب، شكله عيب. انا الراجل ده ابن حلال. مين؟ نفس الرخامه والسهاله بتاعته. الحريم يدخلوا جوه، الحريم يدخلوا جوه. الحريم حاضر يا شاكر يا اخويا، افتح اهو. انفع شاكر. شاكر بالله. عامل ايه يا رب؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ وحشني جدا والله العظيم انت وحش والله. تعالى جبت الشاي والسكر؟ لو ما جبتهمش رجعت تجيبهم. جبتهم؟ طب كويس. يا سامية، سامية تعالي سلمي على الشخشاكي. يا اهلا نورت يا شيخ. الله يعزك يا سامية. عاملة ايه؟ بص جاب الشاي والسكر والله، مع اني والله قلت له ماليش لزوم. انا هنا حتى لسه قايل لي بره، بس قلت لكم ما قلتلكش. هم جنة عمرهم كرمة كده يا شيخ. الله يخليك. حبيبي يا شيخ. استاذنك بس كده بكوبايتين شاي ولا حاجه. عينيا يا اخويا. انا ايه؟ انا دي فقره. الشاي والسكر دول هيقعدوا معانا 3 شهور بالقليل، ما ينقصوش منهم كيس. تمام؟ حطوهم في الكومودين اللي قدام السرير. بس احنا لازم نعمل معاه واجب. طب اقول لك اعمل نفسك تعالى. ايه؟ نعمل ايه؟ الله اكبر! مراتي هتولد من غير ما نلبسها. الله اكبر! ما شاء الله. الله اكبر! الحمد لله رب العالمين. 9 شهور ترتاحي في السرير ما تتحركيش. طب استاذ شاكر ما هيطير. بعد 9 شهور ما يبقاش معاك كوبايه شاي. تعالي تعالي تعالي. الله اكبر! هيجي لي ولي العهد. ده ما توديهم المستشفى يا جابر. انا عارفها هي طالما قالت كده يبقى الواد بدا يسلم. تعالى استني. وايه كيف اللي
الذكاء الاصطناعي. صديقي العزيز، مش احنا جيران؟ انا محتاج لك جدا. طبعا احنا جيران، ده النبي عليه الصلاه والسلام. عليا وسع ولا الصلاه والسلام. امرني. يعني انا لو طلبت منك خدمه تطلب مني مقابل؟ لا طبعا، انا طبعا في كلمه بس. الله، مساج ده عمك شاك. يلا يلا مساج. ايوه ده مساج الرقبه، ده حلو جدا ده. بس يا بس خلاص موته بعد ما ناخد الفلوس يبقى موته. صديقي العزيز، انا محتاج 1000 جنيه ضروري. لو ما دوس هيخرب بيتي يا شباب يا اخويا. 1000 جنيه؟ ده انا قلت حاجه كده ولا حاجه؟ ابشر يا جامد مش قلت لك استاذ شاكر مفيش احسن منه. هو في زيه؟ هو في زيه؟ خد اشرب بقى، اشرب. اللهم صل على النبي. ده هو كده. يخرب بيتك. عاملين خطه على الراجل، تتخيلي كده؟ اضحك عليهم. هتلاقي اقول له دلوقتي. الواد ده سن خلاص. خليها تحط حاجه على الحرام. ليه يا اخويا ماله شعر؟ من المنكرات، شعرك من المنكرات يا عم. ومن اول مره عليك الموضوع ده، خلع تعالى مساعد. يلا. لا مؤاخذه يا شاكر يا اخويا، والله من فرحتك موجوده الجريد بالله عليا والله. كويس انك هتنسى اصلا. بارك الله فيك، يعجبني فيك تربيتك والله يا جماعه. حبيبي يا شاكر. قلت ايه؟ هتديني الفلوس؟ مش تقول لي عملت ايه في موضوع الشقه الحلوه دي؟ انا يا شاكر يا اخويا مش هينفع بالك الشقه، يعني هبقى فين؟ انت بتقول لها يا استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. ده العالم مليء بخيرات الله يا باشا. انت هتكبر يا جابر. لا والله. والله العظيم هتكبر. يا سيدي لا والله. والله العظيم هتكبر ده. استغفر الله العظيم، انت بتخيرني. بس لا مش قصدي كده، انا قصدي ان انت عندك حق ماشي. بس انا شايف ان ده مش داعي، ملوش داعي نتكلم فيه دلوقتي. خلينا نتكلم في الموضوع الاساسي، الفلوس. هتديني الفلوس؟ هديك الفلوس بس بشوف. ده انت تتفرج من مصر يلا. اديله مساج. ايوه. بس خلاص. انت تقول كل الشروط اللي انت عايزها. الله يخليك. كل الشروط. الله يخليك. هتكتب لي نص الشقه، ربع الشقه، ضمن الشقه، باب الشقه ده عشان طبعا فيه والله السلم بتاع الشقه، باب الحمام بتاع الشقه ده، اي حاجه. سكوتك ده مش خير يا جبل والله. ايه عايز مني نص الشقه؟ عايز مني نص الشقه يا حرام يا ضلالي؟ عايز مني نص الشقه ب1000 جنيه؟ البدله دي كان مش هفهمك. ما تتكلمش ولا تتقيم. ما انا هفهمك يا جبل. فاهم ايه؟ ده عقد سوري كده وكده يعني. انت مش لسه يا راجل يا ضلالي قايل مش هتاخد مني مقابل هنا؟ لا يا جبل، ده حق ربنا ولا هنقصر فيه كمان. والله العظيم. يا حقير يا مبتز. تقول حاجه يا جبل. بقول يا جميل يا معتز يا جميل يا قمر. اي روح هات لي العقد الله نخلص. ثواني واحده. ثواني واحده. خد بدل العقد جنيه. ده اللي في دماغي. ايه؟ ده انت جاهز. يا راجل تبيع الشقه كده. جاهز. مفيش على الحمد لله. خلاص ربنا يعوض في البيت بس من غير اي حاجه. يلا روح. انا بابا. اقسم بالله اخر عرض ليك معايا. بعمل ايه؟ قمت انا هطلع عينك. قمت فين خلاني يمضي هنا. شاكر ابو الشكر شكاير. تاني على اسم جدي. والورقه الثانيه يا حلم. اكتب اسمي انا بقى جاي. عشان امضي لك اصلا. عشان انت حبيبي يا رجال. خد لا اشوف فيك يوم يبقى يوم كل شغل عشان مش حد يبقى فاضي لك. الله يخليك. ده يروح عند الفلوس. شاكر. معلش ممكن تخلوهم 500؟ ده انت مغفل قوي. ايه ده يا جراجر؟ انتوا بعتوا نص الشقه بقى كده بقى؟ مش انت اللي ورطتني؟ فضلت قلت له خد منه فلوس يا جابر، استلف منه فلوس يا جابر، بعدين قلت له وسمعت كلامي. ادي اخر اللي يمشي ورا كلام الستات. خدت قلت له عايز منك 1000 جنيه سنه، قال لي هاخد منك نص الشقه. بس انا ما سمعتهاش السنه برضه. عملت ايه؟ قلت هاخد منه 500. يا نهار اسود! تعالي يا دبي، صباح عليكم يا جامد. تعالي يا بنت. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله! يا حبيبتنا يا جامد! قول يا رب. يا رب يا اخويا
ما يعجبكش ان شاء الله ما عجبك. الحته دي انا ههدها. ما حدش هيعمل الحيطه، ما حدش هيهد حاجه. هفتحها على الشارع واعمل مطبخ امريكاني. هو ما اصلا بتاع الشارع؟ حلو المطبخ الامريكاني يا جابر والله. يا اخي ده انت اخر حاجه عارفها الموالة. وهنا في الحته دي هعمل فيها حمام بيسين. في الحته دي حمام بسين. يا عم هتعملها ده مش عارفه تقولها، هتعملها ايه حمام بسين ده؟ انا مش جاكوزي هنا يا جابر. جاكوزي؟ ولا اقول لك ايه رايك نخلي الشاكوزي هنا والناحيه دي نجيب فيها السرير. يا بنت الادب. سرير هنا قدام المطبخ الامريكاني المفتوح على الشارع. انتوا عايزين الشارع كله يتفرج عليكم؟ طب ما نصورها ونذاع الهوا مباشره احسن. والله خلي الناس كلها تنبسط. مين ده يا شاكر؟ ده زبيده. ده زبيده. انا عارف كده ده زبيده، انا عارفها. لازم اخش طول العمر بتعمل ايه في بيت النهارده؟ انا فاهمك يا سيدي. فاهمني ايه؟ زبيده لما عرفت ان مدام ساميه تعبانه قالت تيجي تقعد معاها هنا في الشقه وتسليك. ده انت رخم. وبعدين تقعد معايا فين؟ احنا ما اتفقناش على كده يا شاكر. مالك يا اخويا متعصب كده ليه؟ ده احنا حتى هنسليك. مش عايز حد يسليني يا اختي. بص عايز ايه؟ بص بقى يا جماعه، احنا على البر، لو مش عاجبك كل واحد يروح لحاله واحد. حيوان حيوان. خلاص يا جماعه معلش نستحملهم يومين ويعدوا. ها بقى هنجيب السرير. انت مستعجل على ايه يا ابويا؟ مستعجل على ايه؟ يا بابا معلش يا بابا استحمل اليومين دول عشان الفلوس. والله بقى يومين سنتين انا لسه انت عطاك طلعت يوم. انت هتشتري من فلوسك؟ لا يا جاب. يا بابا انا هستحمل اليومين دول عشان الفلوس. قعدوا معاملك عشان الفلوس؟ انتوا قواده؟ كده ايه يعني؟ امر لله، ده انتوا مستفزين. ومن البدايه الصاله مشتركه في اوضه ليا انا ومراتي واوضه لعيالي، والمكان اللي هناك ده هنجيب فيه السرير. يا ولية يا متصابية. انت مستعجله؟ انتوا دخلتوا النهارده وعندي عندنا عندنا مفاجاه. طب ايه رايك بقى المكان اللي هناك ده انا هنام فيه لوحدي. خلاص وانتوا بقى بقى يا تنيلوا ناموا في اي حته. خلاص يا جابر معلش قلت لك يومين ويعدوا. طب تنيلوا ناموا في اي حته، عايزه ايه؟ يومين ويعدوا بقى قلت لك خلاص. مستفزين قوي يا ساميه، انا مش هقدر استحمل. معلش. خلاص امر الله، ابقى اسيب لكم المكان ده بناموا فيه، بس ابقوا ناموا من غير صوت عشان انا لازم انام بدري واصحى بدري. الحاجات دي بتبقى ماين احسن وبتدي احساس اسرع. لا ده بصوت احسن. لا والله والله العظيم بصوت احسن. والله الماين في اي ورشه ولا في الماين يدي احساس. ماين احسن. والله انما الصوت ده ازعاج على الفاضي، ازعاج. اوعدك اللي هنصحيك من الفجر يا بور. انا هصحى لوحدي يا حيوان، مالكش دعوه. طب خلاص بقى، هو انت عمال ترسم لنا في حدود كده يا جاب؟ ده احنا مهما كان اخواتك برضه. ما تقولش اخوات.
شكور حبيبي بيحب يطمن عليا 24 ساعة في اليوم. لا والله الدرجات دي طبعا. انت عارفة انا ما بيجيليش نوم ابدا الا لما يبعتلي كل يوم قصيدة حب قبل النوم. شوف ازاي. عارفة اول ما اتعرفت على شكورة حبيبي جوزي اتخطبنا بعدها على طول في اسبوع. قضينا الخطوبة كلها خروجات وفسح وفتحني كل الأماكن اللي أنا بحبها. غير لي فكرتي خالص عن الجواز. كنت واخدة فكرة عن الجواز إن الحب بعد على طول بيقل وبيروح، لكن شكورة جوزي كسر القاعدة دي خالص. اكشفي الكسر ياخده على صدره يا بعيدة. إيه ده؟ هو أستاذ جابر ما بيدلعكيش زي أستاذ شاكر حبيبي؟ لا طبعا، ده جابر ده ملك الحساس. هو في حد حساس زيه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتخون مراتك؟ لا ما وطي صوتك. بتخون مراتك؟ وطي صوتك يا جاب. وطي صوتك انت ده ايه البنات دي كلها؟ لا هات وريني البنت الاخيره اللي هي لابسه فوق الركبه. ايه ده؟ وطي صوتك. ايه ده؟ ايه الركبه دي؟ مش عند مراتي. مش عند مراتي. ما هي دي استيراد خارج دي. استيراد ده ولا ايه؟ مراتي مش عايز تستوردها ليه؟ معلش. ليه؟ ايه ده يا خاين يا خاين؟ عرفني ازاي بتكلم البنات. علمني انا نفسي ابقى صايع بقى. هعلمك. نفسي ابقى صايع. انا مش فاهم. انا مش عارف ايه الاحترام اللي انا فيه ده. علمني. طب وطي صوتك كده الاول وهعلمك. علمني. اول حاجه دي ما اسمهاش خيانه، دي اسمها تعدد علاقات. علاقات؟ ايه؟ انت تعرف واحده واثنين وثلاثه فهتشتاق لمراتك وهترجع لها. انا لو عرفت واحده واثنين وثلاثه ارجع لمراتي اصلا. والمصحف ابدا. طب بقول لك ايه؟ ازاي كلهم بيبعتوا لك كده كلهم كلام حب؟ انت بتوصل عليهم الكلام ده عادي قوي انا فاهم قوي. ايه ده؟ انا ببعت الكلام كده هو لوحده واخده ناس وابعته لكل اللي عندي بالتساوي بما يرضي الله. بما يرضي الله. دي الحاجه الوحيده اللي عندي فيها بما يرضي الله. طب ما تعلمني بقى. علمني بقى. حرام عليك. انا طول عمري مخلص. تعبت من اخلاصي يا اخي. انا نفسي ابقى خاين زيك. يا خاين. انت راجل خاين. يا جابر ايه بين الصوت والصوت؟ تعالى هنا عايزاك. استنى يا عم بلاش. عايزه ايه؟ بذمتك مش مكتوب من نفسك؟ كسب من نفسي لو انا قلقان. قاعدة جنب زبيدة جوه وجوزها عمال يدلعها على الواتس. تخيل يا جابر كانوا قاعدين مع بعض اول ما سابتهم وحشتهم ونزلوا حب في بعض. مين؟ هو انت ايه يا راجل ما عندكش دم؟ مين؟ شاكر؟ شاكر. مش عارفه حاجه. ده بيخون مراته. والله ده بيكلمها وبيكلم فتيات تانيين عن البتاع. ده عنده شويه بنات والله عندهم قطع اكتر منك. والله بنات يا جابر بس بيدلعها. ما اللي ما يعرفش يقول بيدلعها ده بيدلعهم. بيدلعهم ما تحاول تتعلم منه حاجه. هو انا ايه مش مراتك؟ بقول لك ايه، احنا من يوم ما اتجوزنا وانا شارط وكاتب ده في القسيمه وابوكي كان شاهد ومأذون كان شاهد. انا ماليش في جو المحن والحب والكلام ده الا ابوكي وابوكي وافق. ماليش دعوه يا جابر. انا هسمع كلام حلو دلوقتي. خلاص هبقى اقول لك كلمتين حلوين اول الشهر. بقى كده يا جابر؟ طيب وصح وانا يعني بتكلم مع مين؟ روح اقعد معاه بقى خليه ينفعك انت. اروح. ده عندهم حاجات اكتر من اللي عندي. الشيخ امشي. ايه السمانه دي؟ سيد معوض يا اخواتي. جميله. وهنا هو هنا من قلب الحدث. في مجموعه من الاطفال واضح عليهم الزعل والتعب الشديد. يعني هو احنا في سبيستون في ايه؟ انهم موجود عليهم التعب من الارهاق الشديد جدا وقله الطعام وسوء التغذيه، ولكن نحن تصرفنا تصرف جيد جدا. ايوه تصرف جيد جدا. جبناهم بعض من الشمسيات. يا عم انا خايف منك، دول اطفال ما تسويهمش. جبناهم من بعض الشمسيات والمكرمشات والانتوهات والروضات ونخش الاول طفل. انت
مش دوريتوس؟ لا والله ماني. مش دوريتوس؟ والله ماني. حلفتك يا استاذ اللي هو مش دوريتوس. انا عامل الكاميرا. ده دي شككتني فيك اكتر. لا مش دوريتوس كان عنده شنب. ايوه. انا ما عنديش. يا حضرتك يا استاذ ظلم يا استاذ، حضرتك ده صبك اعلامي، احنا عايزين نتكلم دلوقتي في الاعلام يا استاذ، في التصوير. يا عم التصوير ده بواسيرك ايه؟ شايلها. ثواني ركز معايا ونخش رقم. ايه ده؟ لا اله الا الله. مش انا بس اللي وحش، لقيت حد زيي. مساء الخير. قول لي بقى يا حبيبي، عمرو شاكر مزعلك؟ يا ابني بقى اعمل فوق. يا ابني ده سنيور اللي انت دي كاميرا. قول لي بقى يا حبيبي، عمرو شاكر مزعلك في ايه؟ بس يا ابني ابني ثواني يا حاج، بتصور ايه؟ انت بتصور اهو. بجيب الديتيلز. ديتيل انت ديتيلز هتحمر منك. ايه؟ يا ابني بقى ما تتعديش. صور يعني ولا صورها. يلا. صور. مالكش دعوه بالتيكنز. يلا. الراجل ده معاش العيش السودا، حاربنا الفرحه في البيت، ولا بياكلنا ولا بيشربنا ولا بيلبسنا. ايوه ولا احنا على الهوا عندنا مؤاخذه متخلف 13 اللي بيشوفه من شاكر لمؤاخذه. ولا انا اتفقت معاك انك تعمل حوار عليه صح؟ الراجل التاني واقف بيعزمك من سنه. عمو جابر. أيوة. عمو جابر الرسايل. أيوة. امال الشرير التاني والتاني ها؟ انا بكرهه. بلاش افوره عشان نتسابق. يا مؤاخذه معلش. ايه ده يا استاذ؟ انا مذيع محترم، ما ينفعش المناديل دي. حلوه يبقى نفتحوا فيها. بلاش افوره عشان نتسابق. عمو جابر وقال لي الانفيتيشن فايل. ايه ده؟ لا مؤاخذه. ايه منشن ده؟ ده نوع ميك اب جديد. انا ما درستوش في الاعلام، يعني زي البونتيشن والكلام ده. زي الكونتريت. معلش كمل يا حبيبي. اسمه قصده بلاي ستيشن. يا انا بقى يا انا بقى مؤاخذه معلش متخلف 13. شكله كده اهو. قول لي بقى يا حبيبي، تعالى كده اهو. عمو شاكر كان تعبان مثلا؟ يا ريت طب انتوا اللي تعبانين؟ حاجه انا هتخلص وتقعد تخسرهم في ايه؟ فيهم عربيتين اللي اه ده ابوك بيشرب عربيات فرد يا رحمه. ايه؟ ابوك بيسكر بنزين. ايه عربيتين ال ام؟ مؤاخذه معلش انا اسف اصل 13 ممكن حضرتك تاخد راي طفل تاني عشان طب ثواني، انا عايز اعرف يا استاذ، هو كان حاربكم من البلاي ستيشن ليه؟ بيقول لي حرام حرمت عليه عشت. انا ما صدقت عمو جابر حرمي رغم بيه حرمني من كل حاجه ولما خسر فلوس. خلوا امار. قطع لسانك حبيبي راجل شريف. بابي باباك راجل شريف. بقول لك ايه، الواد ده شكله تعبان في دماغه. ممكن حضرتك تاخد راي طفل تاني انا لازم اعمل لقاء مع طفل تاني صح؟ استنى انا لسه ما كملتش كلام. مش كلام اعمل ايه بلاش كل المسؤولين اللي عمو جابر قدامك. ادي اللي عجبني بلاش الفايل. مؤاخذه معلش اجيب لك منين؟ انا ما بلاش كل المسؤولين ان الراجل ده ظالم وكذاب مش هيجيب لي حق. فرحه ونتسامح. فين ال 850 اللي تروحي؟ بس تعالى لي يا بيوت الستات انت بريك. انا مش دريد. انا مش فاهم حاجه. انت مين؟ انا مش دريد. مش حضرتك قلت امال لي ليه بيقول لك دوريدو؟ انا شيتو سخوف. انت حضرتك قلت لي ان انت المصور بتاعك ما جاش اضطريت اجيب لك واحد من الشارع من عندنا بس واحد مش من كده. انا حسابي معاك بعدين، على فكره حسابي معاك بعدين وانت فاهم كويس. ده صوت اعلامي هايل. يعني انت يا أستاذ ثواني يا أستاذ. اعلاميين صوت بتوه. اعلامي هايل. ثواني يا استاذ. نايل انا عارف انت داخل انا عارف تاخد قول الانسان ده. شفت ده من العيال. ثواني يا حبيبتي، قولي لي بقى جاي. ثواني انت بتصور من ايه؟ بتصور ايه ده؟ فهمتك. يلا. بتصور ايه طلوع؟ احضر يا الله. اصور بنتك اللي يزعلوا، اصور هوريزنت اللي يزعلوا. هوريزنت؟ اعمل ايه؟ يعني ايه هوريزنت كده فتح ايه؟ صور بروفيشن. صور كده عرفت هتصور ايه؟ بس ايوه بروفيشن يا استاذ. يا ابني برضه يا ابني كده يا ابني انت درست ببجي عامل لي كده. احضرت يا الله. اعمل ايه؟ اقول له صف مش كفايه 850. يا انا والله انت دوريتو. تحب تقول ايه على 850 جنيه يا استاذ؟ لا هو لو دوريتو سنة. نرجع لموضوعنا تاني. قولي لي بقى يا حبيبتي. ماشي. يا ابني اهدى يا ابني. يا ابني اهدى. يا ابني انت بتصور. احضرت يا الله. قال لي ما تسويش ما سويتش. قال لي سوي. هو مين المخرج؟ اوي. مخرج المسرحية.
مخرج الكاميرا مش المسرحيه. انا برضه انت المذيع انت عبيط. هو خرجنا كل حته. خلص فينا حبيبتي انت بتعمل ايه؟ انت متعصبه ليه؟ خلاص انا اسف. بس اقول لك تعال. ايوه كده قولي. حضرتك تعرف من الحين في صوت عن كلام بقى من كام يوم الراجل اللي هنا ده طلع لي حالات. انا عارفه ان مش على راسي ولا عارفه على راسي. ما تفرقش. لا لا خلاص خلاص معلش عشان مش خاطر. عارف تلبس على راحتي ولا تاخد راحتي. معلش. اصور عشان خاطر. معلش يلا مين حبيب جابر؟ دوريتوس. انت مش دوريت. يا ابني ركز معايا. انت مين؟ انت ما تفرقش احنا بنصور على الهوا ما تفرقش عشان ما تتصدق. لا ما عندكش براحتها بس هتقعد فين؟ الست مننا يا أسعد انت 10 سم. الراجل ده حياته من كل حاجة، كل ملذات الدنيا حياته منها. ثواني يا استاذ، هو حبيبكم من ملذات الدنيا ليه يا حبيبتي؟ اه والله العظيم حرام والله. ازاي؟ حرام والله. حرمها من الأسوس ليه؟ والله ازاي يا استاذ تحرمها من الخوخ والتوينكل؟ ده حرام 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 حرام. ايوه والله اللي انت بتعمله ده حرام. هو انا حاسس ان انا ست الاعلام المؤمن ابو زيد والله واخد كل الفرق. ونخش على الطفله بس الثانيه. بقى حضرتك بص بقى الطفله المعجزه بقى طفله موهوبه بتغني مثل موهبه مش عارفين انه وقع. ساكن قطع علينا الميه. صور معاك بذره. يا ابني انت بتنزل بذره. انت وقع صورها. اعمل ايه طيب؟ وبيقول لي هسوي صور البذره. مساء الخير يا بقى يا استاذ. قولي عمو شكلي زعل ايه؟ ما تقولش عمو، ده مش عمو. يا ابني انت مريح جنبها. الكاميرا بتصور. يعني انا والكاميرا بتصور. عشان تشوف. واقف والكاميرا بتصور. يلا منين؟ انا عارفينك عارفينك يا كويس. طب مؤاخذة يا بنت مؤاخذة كملي كلامك. كملي كلامك اتفضل. ما تقولش عمو، ده مش عمو. ليه بس كده؟ احنا ما سويناش شيء حلو بنساعد الراجل ده ندخل حياتنا. انتوا اللي دخلتوا حياتي. ركزوا انتوا اللي بتتأخروا. انا بحب اغني بصوتي حلو. بجد؟ قد ايه انت شخص عظيم. عندك موهبه في البيت ودافنها. ليه بس يا استاذ يا صوتك حلو؟ ربما اول ما بيسمع صوتي من جوه زي والشيمه. ليه بيعلى صوته عليا؟ يا رب تكون خداعة. ايه؟ يا رب تكون خداعة. بصورها يا عم انت تصور كده ايه الزاوية دي؟ هشيل كل ده من انت جنبي. هتشيل الحلقة كلها في المنتشر. ثواني. ايه؟ هنصور ولا هنتكلم؟ ايه ده هو احنا بدأنا؟ انا بحسبه انت تشتي كل ما كاميرا. تصورش اصلا. بحسبه تشتي انت كاميرا. ايه صار اجيب لك تشتم التحرك فيها ازاي؟ هبدأ. اعمل رجل. الرك عليك والله مش قادر انت اللي فرستني. اعمل بص. اعمل بص. يلا بص. الاغاني حرام هيبقى فقر في البيت. هو بيقول لك ان الاغاني حرام وعملوا لنا الفرق. انت عامل فار دخل البيت من ساعة ما الراجل ده دخل حياتي والله. بص طفلة موهوبة بذرة موهبة مش عارفين نرويها. ممكن ننجز البذرة عشان الحلقة. ممكن تسمع صوتها؟ ممكن البذره. لا هي عندنا ويا يلا اتفضل. طب ايه؟ انت مع عمر اللون وانت مع خالد جلال؟ والله العظيم كلمة غير الله. اعمل خط الجمله دي. انا بطل المسرحية كلها. حبيبي في الدنيا دي. يا بنت انت يا عم انا اللي اتكلم. انا اللي بتعب مع امك. تشتكي امي في الغار. امي.
انا في عبد المنعم محمد. قول لي نفس الموال الجزار مش هتسيبها تكمل. قول ايه فكك ايه. انا عاوز الكابتن الحلقه كلها وعامل كابتن نفسه. اهدى يلا يا حبيبتي. هي الصراحه مش سرعانه، انت بتقلق لها ميه. يعني هذا قصدك انا بجد عشان كده يلا جاي. مش أماني في الدنيا دي وإنت أشوفك الله عليك، هي دي البذره. شوف تتنور والله جميل. لما غمت في المايك بقى الموضوع مختلف. ما شاء الله عليها. شفت حضرتك اتفضل يا حضرتك. شفت حضرتك في مجموع راجل طويل عليك كده ونفسك في الشيبس واحرمك منه ده ما يجرحكش. لما يبقى نفسك في التوانكس فيك تاخد منه قطايه وراح واخدها منك ده ما يجرحكش. بص على الراجل انت كده خلاص. يا رخم ما تتصورش كملتي وتصور سوالفي براحتي. صورت فين؟ ممكن على تاخد راي الطفل ده. مساء الخير يا حبيبي. قول لي بقى عمو شاكر بيزعلك في ايه؟ أنا بمر بقمة اليأس، قمة الظلم بينزل عليا من الراجل ده. تخيل يا عمو الراجل ده مستني في حالي. ليه بس كده يا حبيبي سايبك في حالك؟ أنا أحكي لك. احكي يا حبيبي. ربنا ما يكونش يترفع عليا. فاكر يا راجليش طول اليوم واقف على رجلي، ادخل عليا اتنين قاعدين مع بعض اقول له ربنا يخليها لك يا رب تتجوزها، خد مني ورديه، خد مني منديلايه، يا عم طب خد مني اي حاجه. طيب الله هتاخد جنبي. لما بيشتروا فيه يعني هو يا حبيبي بينزلك الشارع تسرح بمناديل عشان تجيب له فلوس؟ يا ريت ده برجع اخر اليوم مش قادر اقف على رجلي، بس اول لما ادخل البيت قول لي عملت النهارده كام النهارده يوم، اقول له دي كل الفلوس اللي معايا وما يسيبنيش في حالي برضه، ضرب وتعذيب ويرقصني من وداني ويحرقني بصوبة رجلي الصغير ويمسكني من البسبوس. يا عيني على بزابيزك يا ابني، يا عيني على بزابيزك. حسيتها يا ابني. طب قول لي هو بينزلك الشارع، ينزل طفل يبيع مناديل في الشارع عشان يجيب له فلوس؟ ده حرام. يا ريت ده انا برجع اخر اليوم مش قادر اقف على رجلي، بس اول لما ادخل البيت بياخد مني كل الفلوس ما يسيبنيش اجيب حاجه للبيت ده. عفاف. ومين عفاف دي؟ دي كده بتاعتي. يا تعال حلو. وانت اسمك ايه؟ شلاطه. اسمك شلاطه. على كده بقى شلاطه المناديل دي بتكسب كويس. يعني اذا ربنا مرزق بيه. يعني بتعمل كام في اليوم يا شلاطه؟ يعني اذا ربنا مرزق بيه. طب بتعمل كام في الشهر يا شلاطه؟ يعني اذا ربنا مرزق يا عمي راكب ثواني يا استاذ. 1000 جنيه مثلا. يا ريت ايه الفقر ده؟ 2000 جنيه؟ ايه الفلوس دي؟ انا عملتش من تسجيل 40000 جنيه بس عملت فلوس. ايه؟ يا نهار اسود ومش عايز تديني 850 والله نمر والله نمر. انا احترت.
طب بص يا حبيبي، يعني انت بتعمل 40,000 جنيه يا ابني، ده مرتب واحد شغال في البترول يا ابني، ده ازاي ده افترا؟ لا مش الفلوس دي كلها لمين؟ زكي بياخدهم مني. انت ايه المشكله عندك؟ زكي بياخد مني فلوس التسوق أيوة. مالناش المسؤولين. اهي زكي بياخد المسؤولين مني هنا. فلوس المسؤولين جوه، التسوق. المسؤولين جوه. قول لهم اهو. زكي بياخد مني فلوس التسوق. هو ايه؟ بحسب اللي مضايقينه جوه، جوه فين؟ بحسب اللي مضايقينه جوه. جوه والحمد لله ايه؟ وما تجيب حل التسوق. ولا ما تتعبنيش انا، ولا اطلع تفكرني على الكورنيش، يلا روح. يا ابني انت هتخرم له مناخيره داخل بالشنيور هصور. ومن هنا بنناشد المصريين. ليه؟ دي مش اخر الحلقه انا سعيد. انا يا سعيد انا سودة يا ابني. ومن هنا بنناشد المسؤولين ان احنا نحل مشكله عفاف وكريم. هل مشكله عفاف؟ مش توتر يعني تقول حاجه. صورت انا مش هو. هل مشكلة عفاف وكريم ولا القانون سوف يأخذ مجراه ولا سوف يحل مشكلتهم بالدين؟ وكان معكم ابراهيم الكوروني بتاع الأولى. كان معاكم شلال عفاف. وداريته. يرجع لاصحابه حلو قوي. انهي حق بقى اللي هيرجع لاصحابه؟ يا ريت يا استاذ بيتكلم بما يرضي الله. هيتكلم يا اخوان مرضي الله، هو ده زعيمكم هنا؟ بص يا استاذ بيتكلم انت يا اخي بالهداوة يا أستاذ شاكر، نتفاهم بالعقل. اتفضل يا أستاذ جابر، اتفضل يا أستاذ شاكر. قاعدين يا عاد اهو كويس اننا قاعدين وبنتكلم بهدوء من غير اي خناق عشان كل واحد ياخد حقه. احنا ناخد حقنا والعالم بتاخد الناس. بتقول حاجه يا جابر؟ وناخد حقنا. ايه بقى؟ أنا عايز أفهم دلوقتي، هي إيه المشكلة؟ انا اقول لك يا استاذ ايه المشكله؟ قول له. ده مين أصلا؟ مؤاخذه يا استاذ، نسيت اعرفك بنفسي. انا عبقريين صاحب شريف وقاعد عنده ايه؟ المشكله ان الراجل ده بيتحكم في حياتي. بتتحكموا في حياتكم إزاي يعني؟ والله يلعب عبقريين وانا ما بخافش انا. خلي دي معايا. ايه ده؟ 5 جنيه. 5 جنيه يا جبل، ايه يا جبل؟ 5 جنيه. ما هي رشوه انت مش عايز اصلا. بقطع ايدك طيب. ده انت منتشي قصر هسيبك المبدا النهارده اصلا. بص بقى يا استاذ، انا دلوقتي طالب في كليتي، فطبيعي بشرح جزء. طبيعه كليتي يا جماعه، سواء انا بتكلم ايوه طبيعته. انا طالب يا اخي، يا ريت تتكاسوا من اللي بيحصل. اخرتنا في التراب جهنم والعياذ بالله. تعبت يا استاذ شاهين، مش عارف اعيش. تخيل يا استاذ شاهين اكون بعمل اي حاجه يقوم قايل لي تعالى صلي معايا. اخلص بس واصلي وراك. ليه وليه بقى قلت له الجمله دي؟ ليه وليه؟ يا اخي اتقي الله، هتروح من ربنا فين؟ طب انا قلت له يا استاذ شاهين اخلص واصلي، هو ماله؟ وبعدين اصلا شكله مش عاجبني. ما تقول لي يالا، قول لي انت بتشرح جثه راجل ولا جثه ست؟ هي كليتي يا جماعه، كليتي ولا مش كليتي؟ ايوه صح انت صح. يا جماعه انتوا بقى حاجه خطيره انتوا ما تعرفوهاش. ايه يا عمرنا يا جماعه هي الست لما بتطلع من علاقه بتموف قلنا على طول ولا رضوى الشربيني تضحك علينا؟ ولا اسمنا والله ده عارف الصوت الصيفي والصوت الشتوي. انت صيفي ولا شتوي يا شهير يا اخويا؟ انا احيانا شويتي واحيانا انت ليه يحصل مسائل؟ ده ربيع والله العظيم. من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فليغيره بلسانه او بقلبه وهذا اضعف الايمان. ما تكمل يا اخ شاكر، كمل يا حبيبي، كمل يا بابا، ولا بتقول لنا جزء نخدمك نخدمكم بس؟ عايز تفهمنا انت بتخاف علينا. ما جايز عايزين ناخد بايديكم نتكلم. ومين وكلك يا بارد انك تتكلم اسم مين؟ اقول لك الكلام على العقد مش هيجيب فايده. أنا عايز أفهم دلوقتي يا أستاذ جابر، هو العقد ده باسم مين؟ شركاء في العقد 50-50 بالغصب يا راجل يا ضلالي. استغل سنه الفلوس عشان ياخد منك نص الشقه يا شهيد. طب يا جابر. استغل سنه الفلوس. ايوه يا جابر، بس قانون الشقه بتاعتكم انتوا الاثنين. ماشي انت معايا ولا معايا؟ اقعد يا جابر. يا جابر انا قبل ما اكون المحامي بتاعك انا صح. والقانون بعتلك بالورق، وطالما الورق بيثبت ان انتوا الاثنين شركاء في الارض ويبقى الحال كما هو عليه. واحنا من امتى كنا شرطه في الارض؟ الارض دي ملك اللي بيحافظ عليها، اللي بيديها من دعوه
اللي بيحاول يعمرها يا شهيد مش بيحاول يدمرها. الله، طب ما احنا ايه انتوا ناس. بارك الله فيك يا استاذ شهيد. بمناسبه هذا اللقاء احنا عاملين امتحان كده على الدايره. اوعى هتقعدوا اوعى تروح معاه، هيلعب بدماغك. طمن يا جابر. شوف يا استاذ شاكر، انا محامي حر جاي هنا عشان مهمه محدده وبس. من هنا ورايح لازم تعرف الدنيا مش ماشيه بدماغك وبس. انا مواطن مصري وبص. الله عليك يا فخر العرب، الله عليك. انت الغزال يا اخويا. عايزين نفسك يا اخويا، عايزين نفسك. ما تقلقش يا عم، احنا اللي هنكسب، احنا معانا محمد اهو. عمك دلوقتي بقى عمك على منافقه. مش دول يا جابر صحاب ابنك اللي ما كنتش بتكلمهم؟ وتقدرهم يا اخي، حبيتهم انا حر. وده من امتى ان شاء الله؟ من دلوقتي، حبيتهم من دلوقتي. استغفر بالله يا اخوانا. دلوقتي الوضع القانوني يا عم جابر الشقه دي نصب. فين ما عليك، في طفل انزل على النار طيب؟ لو عايزين ننزل على النار اسمه ابراهيم يا بابا. ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم صالح. اخوك؟ اه. خلينا في الجلسه العرفيه اللي احنا فيها دي. الشقه دي مناصفه بينك وبينه، يعني بالبلدي كده الشقه من حقكم انتوا الاثنين، مش من حق حد يطرد الثاني. الله اكبر! ظهر الحق. هو البوس ولا ايه؟ لا هم كلهم كده، عايز طالع من الناس الروح. لا ولا ده انا شريك عادي. لا عايزك تجيب لي كل اصحابك كلهم وكل العيله هيقعدوا عامل زي ايه ده بجد؟ اه بس وانت بتقول لهم ده خلي كل يوم هو جاي يجيب اكل معاه. يا حاجه اسمعني بقى يا جابر، عشان انت حالك اليومين دول مبقاش عاجبني. الراجل ده ما ينفعش يقعد معانا هنا تاني اكتر من كده، لازم يمشي. مش انت اللي ورطتني واخد لك فلوس يا جابر. خدت منك فلوس، خدت منك فلوس الشعب. اتفاقك معاه حاجه ولا هو بيعملوا حاجه تانيه؟ ده الاختيار الشعبي بقى امر واقع المفروض علينا. انا لو مشيته هيرجع تاني. معاه عقد بيثبت ملكيته نص البيت ده يعني. تعرف ده معناه ايه؟ وبعدين ماله شاكر يعني؟ ماله شاكر؟ معروف ماشي يا احوج. لا يعني انا يعني مستحمله لحد ما يرجع له فلوس، هو بس يكشف شويه الرخامه اللي عنده هو. الراجل ده بيلعب فيه، ده بصلي يا جابر. طب بص يا جابر، تخبى هنا ولا حاجه وانا هثبت لك اللي انا بقوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا فندم. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ لا خلاص كلهم نزلوا. كويس، علشان كنت عايزك في موضوع كده يعني. قول يا اخويا ساكت ليه؟ ما بلاش اخويا دي، انت مش اختي يا سامي. نعم، امال انا ايه؟ اختي في الله، يا والله العظيم اختي في الله. بس انت نظرتك ليا ما بتقولش كده يا سيدي. يعني انت مثلا ما ينفعش تبص لواحده مش محلله ليك، وانت بقى من ساعه ما جيت وانت عينك مش نازله من عليا. وده ما يثبتلكيش حاجه يا سامي. انا شايف يعني ان جابر بيهمني، وانا لازم اكلمه في الموضوع ده. انت بسم الله ما شاء الله، ربنا انعم عليك بكل هذه النعم. حرام شرعا ان تتعامل مثل هذه المعامله. انت تستاهل اللي يقدرك يا سامي. قصدك ايه يا شيخ؟ سامي انا بحبك يا سامي. بتحبني؟ في الله، بحبك في الله، اقسم بالله يا والله. ايوه بس لو جابر عرف. جابر ايه؟ انا معايا عقد بنص الشقه دي، ده غير الشقه التانيه. انت بقى هتكلمي جابر وهتطلبي منه الطلاق، وانا هتجوزك على سنه الله ورسوله. طب ومراتك؟ ايه يا سامي؟ هو انت نسيت ان الشرع محل الاربعه ولا ايه؟ يعني ده مش حرام؟ ده حلال حلال حلال، وقال لك صحيح هو الحرام. طب بتبرر لها ايه؟ بتبرر لها ايه؟ بتبرر لها الوثيقه اللي انت عايز تعملها بالدين. انتوا عايزين مننا ايه؟ خدت عليك الحمد والمانجا
خدت نص الشقه مبلغ عبيط، استغليت حاجتي. مراتي بتبص لمراتي، هي غلطتي. ما كانش ينفع احتاج في يوم من الايام لواحد زيك، وزي ما قلتها لك قبل كده وبقول لك تاني، لو اخر يوم في عمري مش هتعيش معايا على ارض واحده يا شاب. ايه ده يا راجل؟ انت لازم اللي انت جايبني هنا من هنا. انا قلت لك مش هتعيش معايا على ارض واحده. الارض دي اطهر من اللي زيك يعيش عليها. لا عيش عليها يا راجل. انت ناسي ان انا معايا عقد في نص الشقه دي ولا ايه؟ مش معاك؟ هو العقد معاك؟ العقد دي معاك. هو انتوا مش فاهمين على ايه؟ ما انتوا اللي جبتوني هنا ولا لا؟ وانتوا اللي قعدتوني برضه ولا لا؟ وانتوا اللي خليتوا ليا رأي. تفتكر يا جاد لو كل واحد كان في مكانه كنت هقدر اخش ما بينكم؟ الموضوع ببساطه يا جابر، انت احتجت لي فضربت النقاب وده حق ربنا. ربنا. احنا مكاننا الطبيعي يا جاد. عندك حق، ده فعلا مكانكم الطبيعي. فرض يا أستاذي يوما عن شيئا يدعى الحرية. فرض يا أستاذي يوما عن شيئا يدعى الحرية. فسألت الأستاذ بلطفي أن يتحدث بالعربية. ما هذا؟ وأي شيء؟ وماذا تعني الحرية؟ هل هي مصطلح اليونانية عن بعض الحقب الزمنية؟ أم أشياء نستوردها؟ أم مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسيكم كل التاريخ، قد أنسيكم كل التاريخ وبعض القيم العلوية. أسفي أن تخرج أجيالا لا تعرف معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمي فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا بسبب الأفكار الدينية، فنظرت إلى السماء وقلت: إذا أحياني الله لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. بعدين يا بيه هنعمل ايه؟ مش عارف. هو ايه اللي حصل يا بابا؟ حصل يا بابا. حصل يا ابني لازم تحصل. وبعدين يا بيه السعاده لسه معايا. ولو رجع السامي على لا. حرامية الورق بتاعتي! لا الورق بتاعتي انا! الله يخرب بيتكم، تعبتوني يلا تعالى خلاص تعبتوني. في ايه؟ بالراحه. انتوا بتتخانقوا من اول المسرحيه. هاتوا ورينا الورقه اللي انتوا بتتخانقوا عليها دي. يا ولاد ايه؟ انتوا بتتخانقوا على عقد الشقه اللي كان مع شاكر. يا ولاد القرود عملتوها ازاي دي؟ انا اللي عملتها! في الصاله؟ كان قاعد بيشرب حاجه غريبه كده وكان شكلها غريب وكانت مطلعه ريحه وحشه قوي ما انت عملتوها في الصاله. وما كانش في وعي فقام مطلع الورقه رحت اخدها منه عشان اقعد بيها. بابا انا اسف اني سرقتها ما كانش قصدي. ده انت تسرق براحتك، ده انت اجمل حرامي في الدنيا. خلاص يا ولاد، الورقه اللي معانا وحقنا رجعنا الحمد لله. الحيوان ده مش هيرجع لنا تاني الحمد لله. عارفين زمان انا كنت بشوف ان الفلوس هي سر السعاده، دلوقتي اتاكدت ان هي فعلا سر السعاده. ايوه يا بابا. الله مع ان السعاده مهمه وراحه البال مهمه، بس الفلوس اهم برضه.
بص يا حبيبي، يعني احنا لو ما نمثلش، لا هي فلوس. برافو، عنده حق. والله الفلوس هي اللي خلتني انا وحسام نجيب ايفون. وانا يا بابا. والله. وانا جبت فلوس هي اللي خلتني اجيب لابتوب. ونجيب عروسه برضه. فلوس هي اللي بتخلينا نروح نصرف في القريه وناكل. من هنا ورايح مفيش حد هيقدر يدخل بيتنا طول ما انا موجود بينكم. ياه، فعلا الفلوس كل حاجة يا سامية. أي نعم، راحة البال مهمة ومهمة جدا كمان، بس بالفلوس فعلا تقدر تشتري كل حاجة. بالفلوس قدروا يتحكموا في حياتنا، قدروا يدخلوا أرضنا، لكن أنا حلمي الوحيد إن أعيش مرتاح البال. الحمد لله. لو معايا فلوس مش هبخل على حد، هفتح شركة كبيرة واشغل كل الناس واسميها شركة امل مصر. ربنا يخليكوا ليا ونعيش دايما مرتاحين. وانت كمان، يعني حد يسيب اسم عضلات ويمسك سامية، عضلات اجمل، حتى اسم هانم كده تحس انه هانم. انت من النهارده اسمك عضلات، وارمي سامية ده خالص. انت حتى لو مالكيش اسم اغلى انسانة عندي في الدنيا. Russia!
الاستعراض يدخل يا جماعه بعد اذنكم. انا عايز تحيه كبيره في فريق الاستعراض بقى عشان الناس دي اشتغلت سنه كبيره. يا حبيبي وصاحبي كريم نور انا بحبه جدا والله. هو شغل 3 مرات ولا 3 مرات تقريبا المره. عاوز اسالكم قبل ما تضحكوا قبل ما تنبسطوا فهمتوا حاجه من صحيح؟ والله انا فاهم. طب بتقول لها يأس ليه كده؟ فهمنا ان شاء الله ربنا يا رب يديم لنا كل خير يا رب وتحضروا لنا تاني وتالت واحنا ان انتم انبسطتوا وفهمتوا. شكرا واسمحوا لنا بقى احنا مش هننزل النهارده احنا ننزل من عندكم هنطلع من عندكم. يلا 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 سليم خش يا بيه تمنه يا دوب كذا 1000 جنيه